دالي فنانة جدا مميزة، يجمعها جمال الشكل وحلاوة الصوت وأيضا الحضور، وأيضا قدمت أعمال بالتمثيل. قدمت فوازير جدا مهمة بأحد القنوات العراقية، وقدمت أغاني تذكر وأغاني جدا رائعة وجميلة، وأيضا قدمت أغاني للأطفال والأطفال كلش يحبوها. دالي أيضا سوت حفلات جدا مهمة مع أحد وأهم المطربين العرب والعراقيين. هسه وصلنا لفقرة ميوزك أنا كيك. دالي قدمت لنا هاي الفقرة اللي جدا رائعة، نروح نشوف فقرتها ونرجع. مساء الخير جمهورنا الغالي اللي تابعنا اليوم من خلال قناة دجلة الفضائية. أكيد طبعا أوجه لكم تحية خاصة، وأوجه تحية خاصة لكادر قناة دجلة، وأكيد طبعا لمعدة البرنامج نعمة رياض أحمد. وأكيد طبعا اليوم أحب أشكركم على هذا التقرير الجميل اللي تقدموه من خلال شاشتكم الجميلة. وأحب طبعا أخصكم بأخباري الحصرية. أول خبر واللي هو عودة جديدة إلي مع الفنان والملحن المبدع علي صابر، بلحن من عنده كالعادة. هو متألق طبعا ما يحتاج يعني وصف. العمل كلمات فراس الحبيب وتوزيع ميثم علاء الدين، وأيضا راح يجمعني به عمل ثاني راح يكون مفاجأة لجمهوري الغالي. والمفاجأة الثانية راح يكون عمل عربي جمهوري صار له هواية يطالبني به، وراح ينزل لي ايضا عمل جديد ان شاء الله هاي الفتره الجايه. وعندي ايضا جولات فنيه بمختلف الدول. ان شاء الله راح تلاحظون هذا الموضوع من خلال الاعلانات اللي راح تنزل. ايضا عندي عمل ديو مع فنان مفاجئه راح تعرفوه. وعندي عمل ريميكس راح يكون هوايه ان شاء الله. هذه الفتره عندي هوايه مفاجآت. راح يكون عندي البوم جديد من نوع جديد، ستايل جديد راح تسمعوه من عندي. ايضا احب اقول لكم انه عندي عروض دراميه هاي السنه. طبعا ان شاء الله يتم الاتفاق على واحد منهم على الاقل، هو النص الوحيد اللي انا اقتنعت به. ان شاء الله راح تشوفوني هاي السنه بهذا العمل. واكيد طبعا تابعوا اخبار الحصريه كلها على صفحتي الرسميه الخاصه والوحيده دالي سينجر بيرسونال اوفيشال بيج. اكيد طبعا تابعوني عليها، واقول لكم اني احبكم وهوايه. تحياتي لكم، تحياتي لقناه دجلة الفضائيه ومتابعيها. دالي.